أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الطبيب. شاب أو بنت معروف عنهم إن هم بيحبوا يهزروا وإن هم بيحبوا يضحكوا، ووجودهم في البيت مرتبط بالسعادة والبهجة. ولكن مع الوقت ابتدوا الأهل يحسوا إن السعادة والبهجة دي والضحكة ابتدت تختفي، وإن الشاب ابتدى ينعزل فترة طويلة لوحده ويقعد فترات طويلة جدا لوحده في الأوضة. وابتدوا يحسوا ان هو شغفه بقى قليل وان هو تقريبا ما بقاش متحمس لان هو يعمل حاجة بعد ما كان شاب يافع وبيحب يضحك ويهزر ويخرج مع اصحابه. فابتدوا يقلقوا عليه وسألوه: يا ابني، هو في حاجة تعباك؟ فرد عليهم الابن رد صادم جدا: انا جسمي كله وجعني ومش قادر اتحرك وحاسس ان انا تعبان جدا. فخدوه وطلعوا يجروا بيه وراحوا الطبيب، وهناك الدكتور عمل فحوصات وعمل تحاليل وسأل الابن بعض الأسئلة واتكلم معاه شوية، وبعدين قال لهم ان التحاليل والفحوصات كلها سليمة وان هو ما عندوش اي مشكلة. ولكن قام كاتب لهم تحويل لطبيب نفسي. واول ما الابن دخل عند الدكتور النفسي وابتدى انه يتكلم معاه، فالدكتور قال لاهله: يا جماعة، ابنكم عنده اكتئاب. الحقيقة عزيزي هو ان انت لو فاكر ان الاكتئاب اللي هو الحالة المعروفة النهاردة وموجودة عادي واغلبنا عارف عنها هي حالة وليدة اليوم او وليدة العصر، فانت فايتك كتير جدا. الحقيقة ان الاكتئاب ده حاجة موجودة من قديم الازل. عند القدماء المصريين كان الشخص اللي بيكون حزين او الشخص اللي بيكون زعلان لفترات طويلة كانوا بيقولوا ان هو عليه غضب من الالهة او لعنة او ان فيه ارواح شريرة. وعند الإغريق أبوقراط كان أول من حط وصف للاكتئاب وأطلق عليه اسم أو حالة معروفة في وقتها بين الإغريق باسم الميلانكونيا، وكان حاطط الافتراض وحاطط الوصف ده وقال إن الاكتئاب هو عبارة عن مادة سوداء بتكون منتشرة في الجسم البشري. ولكن مع تطور الطب الحديث وابتدينا إننا نبحث وندور، قدرنا نعرف أسباب الاكتئاب ونفينا كل التخاريف القديمة عن المادة السوداء أو عن الأرواح الشريرة وغضب الآلهة، وقدرنا إن احنا نعرف أسباب الاكتئاب وإن هو بيكون عبارة عن اضطراب في كيمياء المخ أو اضطراب في النواقل العصبية اللي بتكون موجودة جوه المخ. يا طبيب، يعني الاكتئاب مش حالة نفسية كده وخلاص؟ لا يا عزيزي، الاكتئاب بتكون حالة نفسية ولكنها بترتبط بتغيرات واضحة وكبيرة في النواقل العصبية زي السيروتونين والدوبامين اللي بيكونوا موجودين في المخ. والسيروتونين والدوبامين دول يا عزيزي بيكونوا مهمين وبيكونوا مسؤولين عن حالتك المزاجية، ولو زادوا بيزيد عندك الشغف والسعادة والإقبال على الحياة، ولو قلوا بتبدأ تحس إن أنت مكتئب ومش قادر ومش طايق إن أنت تعمل أي حاجة خالص، وحياتك كلها تبقى عاملة زي الجحيم وتبقى مش طايق نفسك. ومش كده وبس يا عزيزي، انت كمان لو فاكر ان الاكتئاب ده بيكون مشاكل نفسية او بيجي من مشاكل نفسية بس، فانت برضو فايتك كتير، لان الاكتئاب ممكن يجي بسبب مشكلة عضوية زي مثلا مشاكل في القولون او مشاكل في الجهاز الهضمي ككل. طب ليه يا طبيب؟ ايه العلاقة؟ هو مش انت قايل ان الاكتئاب بيجي بسبب اضطراب في النواقل العصبية اللي بتكون موجودة في المخ اللي هم السيروتونين والدوبامين؟ ايه علاقة الجهاز الهضمي بالموضوع ده؟ الحقيقة يا عزيزي هو ان الجهاز الهضمي مرتبط ارتباط شديد جدا جدا بانتاج مادة السيروتونين. مادة السيروتونين يا عزيزي بتتصنع بكميات كبيرة في الجهاز الهضمي، ويعتبر الجهاز الهضمي مصدر رئيسي ومهم جدا جدا ليها. فلو حصل اي اضطرابات في القولون او اي اضطرابات في الجهاز الهضمي هتبدأ تأثر بشكل او باخر على انتاج مادة السيروتونين، فهتخليك معرض اكتر واكتر لان يجيلك اكتئاب. ومش كده وبس يا عزيزي، ده كمان العكس بيحصل. الاكتئاب اللي بيجي ممكن يؤدي لمشاكل عضوية خطيرة جدا جدا. بس الاول يا طبيب، ايه هي اعراض الاكتئاب؟ اعراض الاكتئاب يا عزيزي بتكون عبارة عن حزن مستمر وتغيرات في الشهية، وان انت تقريبا عندك نقص اهتمام لكل الحاجات اللي انت كنت مهتم بيها قبل كده، وكمان افكار سلبية. ومش كده وبس يا عزيزي، ده كمان الاكتئاب بيجي في صورة آلام شديدة جدا في الجسم كله ومغص وآلام شديدة في المعدة وفي البطن.
ولو سيبنا الاكتئاب ما عالجناهوش كمان ممكن يؤدي لمشاكل عضوية تانية، زي مثلا ضعف المناعة، مشاكل وأمراض القلب والضغط العالي، وكمان يا عزيزي بيكون في صداع شديد جدا جدا جدا. بس دلوقتي يا طبيب في سؤال عندي أنا عايز أفهمه، هل معنى إن أنا عندي اكتئاب إن أنا عندي مشكلة في المخ؟ أو عندي مشكلة في النواقل العصبية اللي موجودة في المخ؟ مش بالشرط يا عزيزي، ممكن المشكلة النفسية اللي عندك هي اللي تأثر على النواقل العصبية اللي موجودة في المخ، وهي كمان اللي تقللهم. ومش كده وبس يا عزيزي، ده في كمان مشروبات بتحسن من النواقل العصبية دي وبتزود من توافرهم أو بتزود من وجودهم، وخصوصا المشروبات اللي بتحتوي على الكافيين زي القهوة والشاي. المشروبات دي يا عزيزي بتحسن من الحالة المزاجية عن طريق ان هي بتزود من مستويات الدوبامين ومستويات السيروتونين اللي بيكون موجود في جسمك. عشان كده لما بنشرب شاي او قهوة واحنا مزاجنا مش كويس او مزاجنا مش رايق، ممكن نحس ان احنا مزاجنا بقى افضل وان الحياة كلها بقت افضل، مع ان مفيش اي مشكلة ومفيش اي حاجة اتغيرت. عزيزي، القهوة والشاي مش مجرد مشاريب، دي تقريبا بتعمل حالة بتكون فيها حالة من الرضا والسعادة وإقبال بشكل أكبر على الحياة. في النهاية يا عزيزي، لو أنت بتمر بمشاكل نفسية فده مش دلع، عادي جدا. ممكن أي بني آدم تيجي عليه فترات يبقى زعلان وحزين، وممكن فترات تانية تكون فيها سعيد وحاسس إن الدنيا أفضل. فلو أنت عندك مشكلة ما تتكسفش منها، لا عادي خالص، ممكن تزور طبيب نفسي. ومش معنى ان انت رحت لدكتور نفسي يا عزيزي هو ان انت لا قدر الله مجنون او حاجة، لا عادي خالص. ممكن تكون انت عندك مشكلة بسيطة وحلها عند الدكتور النفسي ويقدر يساعدك ان انت تتخطى الفترات الوحشة اللي انت بتقابلها في حياتك، ويساعدك كمان ان انت تتغلب على مشاكلك وعاداتك السلبية اللي انت بتعملها. وفي النهاية ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة لو انت على يوتيوب. سلام عليكم.